تشرف بالاسم. انا اسمي محمد الله. طب ايه تعليق حضرتك على الاوضاع الاقتصاديه اللي بتمر بها مصر؟ وطبعا احنا يعني قبل ما نتكلم في حاجات ظواهر واضحه جدا، مثلا سعر ارتفاع سعر الدولار وكميه قيمه التضخم الكبيره اللي بتخلي الاسعار بتزيد بالشكل اللي احنا بنشوفه وغيره. لا، احنا الازمه في الاقتصاد في مصر هو اقتصاد مش حقيقي. زي ما كان الاستاذ وائل جمال بيتكلم في الندوه دلوقتي، احنا في النهايه مش عارفين دلوقتي في تصريح صدر النهارده او شركه اعلنت ان فعليا الاحتياطي النقدي اللي موجود في البنك المركزي اقل من قيمه الاستحقاقات اللي بالدولار، ده حوالي فرق حوالي 500 مليون دولار. الفلوس اللي جت من الخليج اتصرفت في ايه؟ الفلوس اللي اتجمعت لقناه السويس وباعتراف الحكومه نفسها والدوله اللي اتصرف حوالي 20 مليار او 25 مليار جنيه. طب بقيه الفلوس راحت فين؟ مش عارف فين. فهي دي ازمه حقيقيه، وبالتالي احنا بنتكلم على احنا بنشوف الاعراض لكن مش عارفين قلب المشكله فين، والاعراض بتقول ان احنا ماشيين في اتجاه سيء.